اللي يمسك في اللي سايب يبقى خايب، فما تتمسكش بسايب وما تتعلقش بحبل دايب. يعني ايه يا باشا الكلام ده؟ سمعني الصلاة على حبيبك النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللي ما يعرفش قيمتك احرمه من وجودك، اللي ما يعرفش قيمتك احرمه من نظافة قلبك، اللي ما يعرفش قيمتك احرمه من جدعنتك واصلك، وسيبه لبكره لما يعاشر غيرك، ساعتها هيندم عمره كله عليك. غلي نفسك، محدش احسن منك. في العلاقات ما تدورش على حد عارف اللي بيسعدك فبيعمله بس، لكن دور على اللي عارف اللي بيضايقك فما بيعملوش. وحط خطوط كتير هنا، ولما ربنا يبعت لك اشاره ما تغمضش عينيك، ولما ربنا يمنع عنك حد ما تمسكش فيه، ولما تحس بحاجه غلط ما تتجاهلش، ولما ربنا يرزقك بناس بتحبك وبتنصحك لوجه الله ما تطنشهاش وما تتنازلش عن مستواك، وما تقللش من نفسك وما ترخصش نفسك، علشان لو بعت نفسك والله ما هتلاقي حد يشتريك. وما تحاولش تغير حد، لان اللي فيه داء ما بيبطلوش. دور على المودة والرحمة اللي ربنا وصانا بيها، دور على اللي هيراعي ربنا فيك وفي بيتك واهلك. اوعى تمسك في حد، اختار يبعد، وتخلص من كل العلاقات اللي بتأذيك صحيا ونفسيا. العلاقات والناس بتتعوض، بس الصح عمرها ما بتتعوض، واللي فيه الخير هيجي لوحده. وارمي حمولك على ربنا عز وجل. دمتم بخير.